وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كبيدات ديالي مزيان؟ نتمنى الله تكونوا لاباس وتكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحليوه، نتمنى الله تجربوها في البيوت ديالكم وتردوا عليا في الكومونتير كي جاتكم هاد الحلوه. شكرا لكم بزاف اللي خطيكم، شكرا لكم، شكرا بزاف. هنايا خوتي غادي ندوز معكم نيشان المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي نص ديال المارغرينا، وعندي 2 كيسان السكر سنيده. هنايا غندمج هاد العناصر هاد السنيده مع الزبده، غادي نضيف عليها 2 كيسان ديال الزيت وغادي نخلطها مزيان. ضروري الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ باش كتطلق. هنا غادي نضيف خوتي زيت المائده 2 كيسان ديال العنبه، وغادي نخلط هاد العناصر كامله مزيان، وغادي من بعد غنضيف لهم العناصر الاخرى. هنا باش خلطت الزبده مع الزيت مع السكر غادي نضيف ليهم راه الزبده غير كتسخن مع هذا بدلك مع اليدين وهذا راه كتبدا تطلق. ضروري الزبده تطلقوها. هنا غادي ندير واحد الفانيلا وواحد الفلو ديال الفريز. هاد الفاني وهاد الفريز عرفتي الصراحه كتعطيهم واحد المذاق. جربوها خوتي، ردوا عليا في الكومونتير جربوها. هنايا درت الفلو ونخلط هاد الفلو والفاني مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليها واحد ريبيه، وهانتوما معايا حتى نكملوا العناصر وندوزوا للطريقه ديال التشكيل ديال الحلوه. هنا خوتي غنضيف واحد ريبيه اللي كتعطيها اللون وكتعطيها في الصراحه المذاق. غادي نخلط هاد العناصر هكا مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليها قبيصه الملحه حتى نخلطها مزيان، وغادي نضيف ليها قبيصه الملحه. هانتوما خوتي هنا درت واحد شويه الملحه. يمكن لكم هاد العناصر اللي بغيتو ديروهم في الطراب ديروهم. هنا غادي نضيف واحد 2 معالق نشا صغار عامرين، وغادي نخلط. كيما كندير شي حاجه خصني ضروري نخلطها. هنا درت واحد شويه ديال الطحين، وغادي نضيف عليه معلقه صغيره الحلوه 8 غرام. ايوا انا كنخلط وانا كنضيف الطحين، انا كنخلط وانا كنضيف الطحين حتى نجمع الحلوه ديالي ونحصل على العجين اللي بغيت انا. يكون عجين رطب، ما يكونش كيتلصق، ما يكونش عاوتاني قاصح. الطحين بطبيعه الحال عندي مغربل محطوط حدايا في واحد الاناء، كنضيف شويه بشويه حتى كنجمع العجين ديالي. وهانتوما غتشوفوا معايا الشكل ديال العجينه كي كيصبح. هانتوما هذا هو الشكل ديال العجين، ما يجيش قاصح، ما تخليوش عاوتاني مرخوف. هانتوما خوتي غادي ندوز نشكل الحلوه ديالي اللي انا درتها في الصراحه قسمتها على 2 اشكال. هنايا هاد الحلوه طلقتها، وعندي هاد الدلك اللي شريته اللي هو السر ديال الحلوه، هو اللي درت به هاد الحلوه. كنديه وكنجيبو هاد الدلك هذا هو اللي غادي ندير به هاد الحليوه اللي كتجي غزاله. وان شاء الله الفيديو اللي مور هذا غادي نحط لكم الحلوه بهاد الدلك هذا اللي خاصه غير به،
غاديش نقسمها على جوج، غادي نديرها غير به ان شاء الله يا ربي لحيانا الله متنا رحموا علينا. غادي نقادد العجين ديالي بهاد الجراره، يمكن لكم تقطعوا غير بالموس الا ما عندكمش جراره، ماشي ضروري ديروا الجراره، انا غير كانت هذا ودرتها. ونقدر البنات غادي بطبيعه الحال غادي نقدر غادي ندير اللي بغيت. يمكن لكم تحسبوا هاد الشريطات هذا، اما ديروا 4. هاد الشريطات اللي هابطين ديال الجراره ديال الدلاك حسبوهم باش يجيكم الحلوه مقاده. بحال دابا هادو درت فيها 4، الاخرى عاوتاني 4 ولا 3. دائما الحجم كيبقى لكم، ديروا الحجم اللي بغيتو. الصراحه هاد الدلاك كيطلق ماشي بحال الماكينه، خصك تشدي، خصك اللي يشد معاك، خصك بزاف د الحوايج. حتى الماكينه كتجي فيها الصراحه زوينه، ولكن هاد الدلاك يعني اللي غير بوحديتو من الاحسن. هاد الدلاك هنا درت الشكل اللي بغيت انا، وانتم يمكن لكم ديروا ماشي الشكل القدر ديروا القدر اللي يعجبكم، كبيره صغيره يعني نتوما الاختيار كيبقى لكم. انا درت القدر اللي بغيت حيت انا خدامها غير لداري، ما خداماش زعما كوموند ولا شي حاجه. وهنا دزت باش طلقت عجينه واحده اخرى، كتلقاو بالدلاك عادي، ما كتلقوهاش غليظه ولا عاوتاني ترقوها بزاف، لا. هكا تعطي كميه كثيره البنات هاد الحلوه. غير انا هاد العجين قسمته على جوج، درت به شكل الصراحه واحد اخر حيت انا درتها غير لداري، بغيت ننوع هكا شويه، رانتوما عارفين. ان شاء الله الشكل اللي المقبل ان شاء الله غادي نخصو غير هاد الحلوه هذه ديال الدلك، وغادي نشرح لكم فيه مزيان ان شاء الله. هاد العجين ضروري تطلقوها على الورق ديال الفران ديال الطهي، ديروها من التحت وطلقوها فوقو. هي راه ما كتلصقش ولكن ضروري ديروها. هانتوما البنات القدر اللي درت انا، يمكن لكم ديروا كبير ولا صغيره، كنقولها ونعاودها. وهذا هو الشكل ديال الحلوه. الصراحه راه كتجي غزاله وبنينه، واللي جرب هاد الحلوه يرد عليا في الكومونتير كي جاتكم الحليوه. ما تنساوش اختكم من اللايك، اللي مازال وصل معايا حتى لهنا ومازال ما دارش اللايك ديروا خوتي اللايك، الله ينوركم. هانتوما البنات انا كنشرح لكم كي كندير نطبع هذا المطيبه، راه موجود في الاسواق، كنغمسو في الطحين وكندير فيه هكايا، كنضغط عليه بيدي حتى نقادو مزيان، وكنضرب على جنب القصريه اولا اناء اولا لاطه اللي عندكم د الحلوه، ضربوا من هاد الجهه وليو ضربوا شويه هكا وصافي، وهي راه كتخرج وغيب شويه. راه كاع الحلوه خصها المساعده، خصها الصبر، واللي ما جاتكمش وتخسرت لكم اللي عاودوها. قالك ما كيقول المثل بالمهل كيتنكر بودنجال. غنستمر هكا حتى نكمل هاد الحليوه اللي عندي، وهانتوما معايا ما تمشيو فين. هنا خوتي هانتوما كتشوفوا انا كنكمل
هاد المريشم حتى نكمل الحلوه اللي عندي كامله، حتى كنكورها هكا وكنبقى نطبع باش كتجيني ساهله. كنوجد اللاطات حدايا كندير ليهم كغد الحلوه وكنستمر هكا حيت انا يدي بوحديتي. نحط اللاطات ونحط حدايا ونكور. يمكن لكم تغطيوها بشي ميكا هكا باش ما تنشفش معكم الحلوه اللي يدو ثقيله. ما تنساوش البنات اللي عندها المنتدى وبغات تساعدني ودير هذا الفيديو في المنتدى، الله يجازيها بخير ويرحم لها الوالدين. هنا خوتي طيبت الحليوه ديالي، جبتها من الفران كنديرها من الفوق طيب اكثر من التحت. وهنايا درت واحد 2 معالق ديال الكليكوز ودرت شويه الكوفيتير وسخنته، هو اللي زوقت به الحلوه ديالي. راه الصراحه كتجي زوينه وكتجي غزاله. وخليوها البنات فاش تزوقوها خليوها تبرد في القصديره ولا ديروها في هكا تجمد في الكونجيلاتور عاد خرجوها. انا راه كنت مزروبه عليها الصراحه. الحلوه ديما خصها الزربه تيكون الواحد نسالي. المهم جات زوينه وبنينه وجات غزاله. نتمنى الله تجربوها في البيوت ديالكم. شكرا لكم بزاف، خليتكم على خير. ما تنساوش اختكم من البارطاج والدعوات. الله ينوركم ويكون معكم ومعنا. الله يجعل ربي يجعلها لكم ميزان حسناتكم يا ربي. الى اللقاء، الى الفيديو القادم بحول الله. شوفوا هنايا خوتي انا قسمت معكم واحد الوحيده كي جات